إذا كان عندك آيفون وحاب تخلي واجهة الصفحة الرئيسية عندك بهذا التصميم أو حتى هذا التصميم أو في تصاميم وايدة، كل اللي عليك تنزل تطبيق كويك من ثم تابع وياي. بعد ما تنزل التطبيق في خطوة وايد مهمة تسويها قبل لا تفتح التطبيق. اضغط ضغطة مطولة على أي مكان فاضي في الصفحة، من ثم سير على آخر صفحة ما يكون فيها ولا تطبيق وصور الشاشة. من ثم ممكن تفتح التطبيق وتضغط على ثاني خيار اللي هو ترانسبيرنت بهذا الشكل. من ثم اضغط على سيلكت. من ثم ادرج الصورة اللي صورناها من شوي، هذه. انتظر ثواني، بعدها خلاص كل شيء صار جاهز. الحين راح يكون عندك 3 مقاسات للويدجت، عندك السمول، ميديوم، وايضا اللارج. كمثال نبغى الميديوم، نضغط بهذا الشكل من ثم نضغط على اد. الحين هذه الاشكال الموجودة، ممكن انت تختار الشكل اللي تبغاه. كمثال انا راح اختار، خلينا نقول هذا التصميم، نضغط عليه بهذا الشكل. الحين انت ممكن تغير التطبيقات الموجودة، كل اللي عليك تضغط على التطبيق بهذا الشكل من ثم تغيره لأي تطبيق آخر، والعملية هذه ممكن تسويها لجميع الويدجتس. الحين في خطوة وايد مهمة، انك تخلي الخلفية الأساسية خلف التطبيقات. كيف؟ اضغط فقط على ايقونة الشفافية هذه، من ثم حدد الموقع وين تبغاه، لنفترض فوق بهذا الشكل، ومباشرة بيعطيك الخلفية بهذه الطريقة. الحين اضغط على سيف. طبعا راح يطلب منك انك تشوف اعلان قصير او تشترك في التطبيق، يفضل تشوف اعلان. اضغط على اول خيار، نضغط اكس بعد الانتهاء، وراح يكون عندك الويدجت بهذا الشكل. الحين عشان تضيفه بس اضغط ضغطه مطوله على الصفحه الرئيسيه، من ثم اضغط على الزائد بهذا الشكل، من ثم اكتب كويك، هذا هو التطبيق، اضغط عليه بهذا الشكل، وحدد السايز اللي انت اخترته، ميديوم، لارج، سمول، ايا كان. كمثال نحن ميديوم، نضغط على اضافه الاداء، من ثم نضغط ضغطه مطوله على الويدجت، من ثم نضغط على تحرير الاداء، من ثم نضغط على اول خيار ونخليه على الويدجت بهذا الشكل. مبروك. وطبعا الخطوة هذه انت ممكن تسويها على اي ويدجت يعجبك. تفتح التطبيق، تحدد القسم، من ثم تضغط على اد ويدجت وتشوف الويدجت المناسب، ونفس العملية تماما ونفس طريقة الاضافة. يعني كمثال انا ابغى اضيف 2 ويدجت بنفس الطريقة بالضبط. كويك، نضيفه مثلا الميديوم، نخليه في الاسفل بهذا الشكل، نضغط ضغطة مطولة، من ثم تحرير الاداء، من ثم اختيار، وخلونا نخليه مثلا هذا مال جوجل، وراح يكون بهذا الشكل. عاد كل شخص يبدع بطريقة تصميمه للصفحة الرئيسية الخاصة فيه. أتمنى في الختام أنكم تشاركون هذا التطبيق مع الأهل والأصدقاء. يعني لو ضغطت على سهم المشاركة وأرسلته ما بيصير لك شيء. حلو الكلام؟ حلو.